يا رب، يا رب حلها من عندك. ايه يا علا، عملتي ايه؟ كلمتي الراجل بتاع الايجار؟ ايوه يا ماما، وادانا مهله هو اسبوع واحد بس، يا ندفع يا نسيب الشقه ونمشي. طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ وانا يا ماما محمود كلمني وعمال يقول انتوا لسه ما خلصتوش حاجتكم، ان مامته عماله تزن عليه. طب اعمل ايه؟ الاقيها منين ولا منين؟ من الايجار اللي متكوم عليا، ولا جهازك، ولا ايه؟ بقولك ايه يا ماما، انت لازم تكلمي عمامي في التليفون. عمامك اللي وعدوني ان هم يقفوا جنبي بعد موت ابوكي، ومحدش واقف جنبي ولا عامل لي اي حاجه. معلش يا ماما، هنعمل ايه؟ وقت زي ده المفروض يجوا يقفوا جنبينا، خصوصا ان شغلك يا دوبك مكفي الاكل والشرب بس. ايوه صح، انا هكلمه في التليفون. الو، ايوه يا مؤمن. اهلا يا حاجة، عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويسه. بقولك ايه يا مؤمن، انا دلوقتي الظروف مأزمه معايا. والله يا حاجة مأزمة مع الكل. بس انا غصب عني، انا في رقبتي 3 عيال، وبنت اخوك دلوقتي عايزه تتجهز، نسايبها مستعجلين. ربنا يسهل، ربنا يسهل. ان شاء الله ربنا هيسهل، بس وعدني كده انك تقف جنبي. انا عمري ما طلبت منكم حاجه، وكفايه ان انا قايمه بيهم اكل وشرب، مع انكم كنتوا واعديني ان انتوا تقوموا معايا بكل حاجه. سيبيها على الله، سيبيها على الله. ونعمه بالله. انا هبقى اكلم الحاج محمد وهنشوف كده هنعمل ايه. خلاص ماشي، ولو على كده انا اخر النهار هجيلكم. لا لا، ما تجيش ولا حاجة. خلاص ماشي، مع السلامه. ايه يا ماما، قالك ايه؟ والله يا بنتي انا عارفه عمامك مش هيطلعوا جنيه. تعالي شوفي مين يا حاجة. حاضر جايه اهو. ايه ده مؤمن؟ اهلا وسهلا، اتفضل، ده مؤمن يا حاج محمد. سلام عليكم، ازيك يا حاج محمد؟ وعليكم السلام، اهلا يا مؤمن، اتفضل تعالى. خير يا مؤمن، ما قلتليش انك جاي يعني؟ مرات اخوك يا سيدي. ييه، مش هنخلص بقى من موال مرات اخونا ده. لقيتها بتتصل بيا النهارده وعماله تقول لي انا مكسور عليا ايجار، وانتوا وعدتوني ان انتوا تقفوا جنبي، والبت عايزه تتجهز عشان تتجوز، وكركبت الدنيا فوق نافوخي. وقعدت تقول لي انا معايا 3 عيال اعمل فيهم ايه؟ عشمانه فينا يعني. خلاص تروح تعمل لها معاش عشان تعرف تاكلهم وتشربهم. انا عايز اعرف فين اهلها. هي ملهاش اهل؟ مش كفايه بتروح كل شويه عند الجيران دي ودي ودي، وتقعد تتكلم، وجوازاتهم يقابلوني يقولوا لي بصوا لحمكم، انتوا راميين لحمكم، لما خلت رقبتنا قد السمسمه. يعني يا حاج احنا معانا ولا فايد مني حاجه ولا فايد منك حاجه؟ هو في ايه؟ هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى؟ والله يا مؤمن ما اكدبش عليك، ساعات الواحد بيتكسف كده لما الناس بتكلمه. ماشي يا اخويا، ما انت عشان طيب وحنين، لكن الواقع اللي احنا فيه بيقول ايه؟ بيقول ان احنا ما معناش، واللي جاي على قد اللي رايح. معلش بقى يا مؤمن، انا لازم اتكلم، انا كنت حاضره الكلام من اوله، وانتوا ساعتها قلتوا لها ان انتوا هتساعدوها وتقفوا جنبيها وهتجوزوا البنات. جايين دلوقتي عايزين تخلوا بيها وتخلوها لوحديها مش عارفه تتصرف ازاي. طب حتى اعملوا عشان خاطر اخوك الله يرحمه، وبعدين ده في رقبتكم برضه، دول يتامى، وبعدين الحاجه اللي هتدوهم لها ربنا هيجيب لكم اكتر منها بكتير. بقول لك يا مرات اخويا، بالله عليك انت طيبه والحكايه مش ناقصه حنيه دلوقتي. وبعدين يعني يا مرات اخويا، بعد اذن اخويا يعني، انت لو معاكي فلوس وقرشين زياده ولا حاجه من اهلك ادوهم لها، او تاخدي الثواب اللي انت عايزه تديهولنا. يا ريت، يا ريت معايا من الارض للسما، قسما بالله ما كنت خليتهم يحتاجوا لحد. خلي بالكم انتوا هتسألوا عليهم. يا اختي، هتقولي هتسالوا عليهم؟ بقول لك معناش اروح ابيع هدومي عشان انت تستريحي. طب وبعدين يا مؤمن، احنا لازم نشوف حل. الحل عند ربنا بقى يا اخويا، واحنا حاجه غصب عننا، احنا لو معانا كنا جبنا، لكن احنا ما معناش، هنعمل ايه يعني؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا لو معانا مش هنبخل عليهم، دول مهما كان برضو كل اخونا. بقى انت ما معكش يا مؤمن؟ يا ست انت هتبصي لي في رزقي ورزق عيالي اللي جايه دوبك على قد اللي رايح، ما انا عندي عيال وبيت مفتوح برضو. مراتك دي غريبه يا حاج محمد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا حاج محمد، عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير. نورتوا وشرفتوا، تعالوا اتفضلوا. مش انا قلت لك ما تجيش وتتعبي نفسك؟ لا عادي والله، وبالمره اشوف الحاج محمد والحاجه. ربنا يخليك يا حبيبتي، شافتك العافيه. ازيك يا علا يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا عم، انا كويسه. ايه يا حاج محمد، مؤمن قالك على اللي انا عايزاه منكم؟ بصي يا حاجه، انا مش هكدب عليكي، احنا كنا قلنا لك هنساعدك والكلام ده كده قبل الغلا، لكن الغلا ده خلى كل واحد في اللي مكفيه، ومحدش معاه حاجه زياده يديها لك. ازاي تقولوا كده؟ هو انتوا مش عارفين نفسكم؟ ده الناس كلها بتتكلم عليكم، ده انتوا ما شاء الله عليكم مقتدرين. ده انا الشغل اللي بشتغله يا دوبك مكفي الاكل بالعافيه، ده انا مكسور عليا كذا شهر، وانتوا كنتوا قايلين ان انتوا هتقفوا جنبي. ولا كل ده كان كلام في الاول ساعه الميت بس؟ دول عيال اخوكوا برضه، دول 3 عيال، اعمل فيهم ايه؟
اخويا والله يرحمه بقى، مش عارف بصراحه كان عمال يخلف وخلاص. بس ده ما كانش وعدك لينا يا عمي. وانت يا مؤمن ما تتكلم. لا انا ما اتكلمش طول ما اخويا الكبير بيتكلم. طب يا حاج ساعدوهم، طيب ساعدوهم هيلاقوا مين يساعدهم. طب انا مش عايزه اكل وشرب، بس عايزه بس تقفوا جنبي في جهاز بنتي لحد ما اسطرها واوديها بيتها. انت ناقصك ايه يا بت في الجهاز؟ ناقصني ايه؟ انا ما جبتش حاجه خالص. ما جبتيش حاجه خالص ازاي يعني؟ انا افتكرت ناقص لك طقم كوبايات بطانيه، قلت ماشي اضحي واجيبهم لك. لكن جهاز كله جهاز كله، لا لا لا، ما اقدرش على كده. يعني انا لو بنتك يا عم ما كنتش هتجهزني؟ ما اعرفش بقى، ساعتها يحلها الحلاي. بعد اذنك يا اخويا هقول فكره بس كده عندي. قول يا مؤمن. عارفه يا مرات اخويا، انت بنت حلال تصدقي. ما انا عارفه يا مؤمن ان انا بنت حلال. والله ازاي ما فكرتش في كده؟ وبعدين انت ما قلتيش على حكايه الجهاز ده من زمان ليه؟ اديني جيت لك وقلت لك. ده انا ليا واحد صاحبي هو المدير بتاع الجمعيه الخيريه، وانا قلت له مش هيتاخر عليا، هيجهزوا البت من كله، هم اصلا وظيفتهم كده بيجهزوا البنات اليتامى. عايز تجهز بنت اخوك يا مؤمن من الجمعيه الخيريه؟ ما فكرتش طيب في منظرها قصاد نسايبها هيبقى عامل ازاي؟ ومين اللي هيعرفهم ويقول لهم؟ سيبي بس الموضوع ده على الله ثم عليا. ده غير كده كمان، ده انا هخليهم يعملوا لك شهريه كل شهر تقبضي معاش تاني. جمعيه خيريه وعمامها عايشين على وش الدنيا. رايك ايه في الكلام ده يا حاج محمد؟ والله فكره حلوه، اهو انتوا اولى من الغريب. على اخر الزمن عايزين مدي ايدي واشحت. ومين قالك ان هي شحاته؟ ما كله بيدي لكله، وبعدين دي ناس معاها ملايين بيعملوا خير، انت هتمنعي الخير كمان بتاع ربنا؟ على فكره اللي انتوا بتقولوه ده غلط. الجمعيات دي بتدي اللي مالهمش اهل خالص. اسكتي انت، احنا هنجيبها بالواسطه. انتي قاعده ليه يا ماما؟ يلا نقوم نمشي، كفايه كده. انا بجد مش عارفه اقول لكم ايه. يمكن لو رحت الناس غرب كانوا بقى حن علينا منكم. اوعوا تفتكروا ان ربنا هيسيب. ربنا مش هيسيب. وهتدوقوا من نفس الضيقه اللي انا واقعه فيها ديت. انت جايه بيتنا تدعي علينا؟ يا شيخ، ده الغرب بيقفوا جنب بعض وبيساندوا بعض. وانتوا مش هاين عليكم تقفوا جنبي عشان بنت اخوكوا اليتيمه؟ احنا ما تخليناش عنك، احنا قلنا لك وجبنا لك كذا حل، انت بقى اللي مش راضيه. حل؟ حل الايه؟ عايزيننا نمد ايدينا ونشحت؟ وعريسها ده اللي هيوصلوا الكلام ان جهازه جاله من الجمعيات الخيريه، هيعملها هي ازاي؟ عامه حسبي الله ونعم الوكيل. ايه رايك يا باشا؟ ايه رايك يا اللي معاك فلوس وسايب ولاد اخوك من غير فلوس؟ خلاص الفلوس بتاعتك هتنقص، دول حتى يتامى، يعني فلوسك هتزيد الطاق 20. عيب لما تبقى راجل كبير كده وماشي كبارة والناس كلها عارفة انك مقتدر ومستخسر في اهل بيتك. دول مهما كان لحمك ودمك هترميهم عشان اخوك مات وما بقاش على وش الدنيا؟ لا، وبستغرب ناس تانية كتير ان عندها تدي الغرب بس القرب لا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال الاقربون اولى بالمعروف. محال بقى دول يتامى. ياما ناس كتيرة قوي معاها فلوس وبتستخسر الفلوس في اعز ما عندها واقرب ما عندها، والسبب مثلا بيكون مراته اللي هي منعاه يعمل خير وبتقول له عندك اخوات تانية، احنا مالنا احنا. وممكن يكون مقتدر ومعاه فلوس وهو المقتدر اصلا الوحيد اللي فيهم، بس الزن على الودان امر من السحر يخلوه ما يدفعش، وممكن يروح يدفع بره فشخره. اتقوا الله، اتقوا الله في اليتامى وذي القربى، واللي بيعمل خير بيحصد خير. وعلى فكرة دي قصة حقيقية، وهم فعلا مرضوش يجهزوا بنت اخوهم ولا يقفوا جنبها. عامة في ربنا موجود، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني. وقبل اي شيء تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.